ايه رايكم نعمل شويه قراقيش، انما ايه حكايه ذهبي وخفيفه وهشه، وتحطيها كده في الشاي تتوه على طول. طعمها لذيذ قوي، مقاديرها بسيطه وطريقتها سهله، هتطلع من ايدك تحفه. بس في الاول هاتي كيلو دقيق، حطي له معلقتين كبار سكر، ومعلقتين كبار خميره فوريه، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقتين كبار سمسم محمص، وقلبيهم. بعد كده هتنزلي بكوبايه ونص سمنه على زيت او زيت بس او سمن بس، وتبسيهم، يعني بس الدقيق مع السمن حلو قوي. بعد كده انزلي بكوبايه ونص لبن وعجيني حلو قوي. لو العجينه احتاجت زودي ربع كوبايه او نص كوبايه. بعد كده هتسيبي العجينه ترتاح ربع ساعه. بعد كده قسميها، وكل حته اللي فيها رول وبططيها والحروف بتاعتها سويه، وهاتي القطاعه او بالسكينه ومقاسات القراقيش اللي انت شايفاها دي كده قسميها. بعد كده في الصينيه رصيها وسيبيها لحد ما تخمر تاني، وبعد ما تخمر دخليها فرن سخن مظبوط على 180، الرف اللي في النص والنار من تحت بس، وهتقعد معاكي من 20 دقيقه ل 25. تعالي يا ست البنات اما اقولك القراقيش المبرومه ازاي تبرميها بطريقه سهله، في ثواني هتلفيها والعجينه هتطلع معاكي خفيفه ومقرمشه وباحلى طعم. بس في الاول هاتي نص كيلو دي، حطي له معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره خميره فوريه، نص معلقه صغيره ملح، كوبايه الا ربع سمنه على زيت، كوبايه لبن، وعجيني كويس. غطي العجينه وسيبيها تخمر، وهاتي العجوه الطريه افرديها بين كيسين، افرديها على شكل مستطيل، سوي الحروف بتاعتها وسيبيها بين كيسين. بعد العجينة ما تخمر قسميها لأربع أجزاء، هاتي أول جزء وافرديها برضو على شكل مستطيل، وشيلي الكيس من فوق العجوة وافرديها فوق العجين، وهاتي حتة عجين تاني بس افرديها على الكيس. بعد كده نزليها على طبقة العجوة وسوي أطراف العجين. بعد كده اقسميها بالنص وبالطول، قطعيها صوابع بالشكل اللي انت شفتيه، وخدي حرف العجينة ولفيه، وفي ثواني كل العدد هتبرميه. سيبيه تاني ربع ساعة يخمر. بعد كده فرن سخن دخليه مظبوط على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص، والقراقيش هتقعد معاكي ربع ساعة وبس. رقيق الحلقة او عين اليمامة على طول من الفرن بتشتريها. طب بتعرفي تعمليها؟ تعالي وانا اوريكي ازاي تعمليها، وفي دقايق هتشكليها وتطلع معاكي خفيفة ومقرمشة وبطعم رهيب، وللفطار وللعشاء تهني بيها. بس في الاول عشان تعجنيها هتحتاجي كيلو دقيق، عليه 4 معالق سكر، ومعلقتين كبار خميرة فورية، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وقلبيهم مع بعض. وانزلي بكوباية زيت وكوبايتين مية دافية، واعجني كويس قوي لحد ما تتكون عندك عجينة ناعمة وطرية. غطيها وسيبيها ترتاح نص ساعة. وفي طبق حطي نص كوباية سمسم أو كوباية زي ما تحبي، وانزلي عليهم بمعلقة حبة البركة ومعلقتين 3 مية، ومع بعض قلبيهم. لو عايزة السمسم يثبت أكتر بدل المية حطي معلقتين عسل أسود. وبعد نص ساعة طي حتة من العجينة وعلى طول بططيها، وبالمقطع أو بالسكينة من طرف العجينة كده اقطعي شريحة، وعلى طول ابرميها، وبالمقاس الصغير ده اقطعيها، وطرف العجينة مع بعض اضغطي عليه والحميها، وعلى السمسم حطيها. العجينة هيلزق فيها شوية من السمسم وحبة البركة. الحلقات شيليها وفي الصينية رصيها، وساعة كاملة سيبيها علشان تخمر من تاني. وفرن سخن دخليها مظبوط على 180، الرف اللي في النص والنار من تحت بس، وهتقعد معاكي القراقيش من 20 دقيقة ل 25، وكلي أحلى قراقيش عين اليمامة.